مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ خلصت كل تجهيزات الفرح، خلاص فاضل كام اسبوع. في ايه يا زينة؟ بص يا ادم، هو انا مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس زينة في ايه؟ ما تقلقنيش، ايه اللي حصل؟ طبعا انت عارف ان الفرح كمان كام اسبوع، صح؟ ايوه. طيب، وطبعا برضه انت عارف ان احنا دلوقتي مخطوبين، صح؟ انجزي يا زينة. انا مش عاوزة الخطوبة دي تكمل. نعم. مش عاوزاها تكمل، انا مش حابة اكمل في الخطوبة دي. بعد اذنك نفسخ الخطوبة وكل واحد من طريق. زينة، طب وفرحنا اللي احنا جهزنا له ده فضل عليه اسبوعين. معلش، يعني اتمنى ان انت تتقبل رأيي. طب على الاقل دي سبب مقنع. اسبابي مش هقدر اقولها، بس بعد اذنك يا ادم تحترم اسبابي. اسبابك اللي مش موجودة اصلا. بص يا ادم، انا مش بقولك كده باخد رايك، لا انا بعرفك بس. قصدك ان انا لو رحت لبابا وقلت ان انا مش عاوزه الخطوبه دي تكمل هيخليها ما تكملش؟ يعني ده غصب عني؟ افهم من كده انك بتهدديني. افهمها زي ما تفهمها، انا قلت لك. اتفضل، الدبله اهي، وانسى انك عرفت واحده اسمها زينه. عن اذنك. ليه كده يا زينه؟ ده انا كنت مستعد اضحي بحياتي كلها علشانك. ليه؟ ليه كل حاجه في حياتي بايظه بدايه من اول ما انا اتولدت؟ ليه كل ما تيجي حاجه تفرحني ما تكملش؟ مفيش حاجه تفرحني واحده بتكمل. كده مفيش غير حل واحد، حل واحد هو اللي هيريحني من كل القرف ده. انا اسف. اخيرا يا ادم سمعت كلامي وجيت. ما انا بقالي كتير بقولك ده الحل الوحيد، وانت عمال تقولي لا، هصبر وهصبر. ها، شفت اخرة الصبر؟ قال ايه اللي حصل قوي جدا في حياتك يخليك تيجي لحد هنا؟ اكيد مش هتيجي كده من نفسك، ده انت كنت رافض الفكرة تماما. زينة فسخت الخطوبة وهددتني. وانت بقى كنت متوقع ان هي تحبك؟ ولو هتحبك كانت هتحبك على ايه؟ ايمن، انا مش عايزها غير كتير، بعد اذنك هات العلاج. ما تتحملش اوي بس. خد، وخلي بالك انا مش بطلعه غير للغاليين. عايز كام؟ 69 جنيه. امسك دول 70، ومش عايز الجنيه الباقي. فعلا معاك حق، هتعمل ايه بالجنيه الباقي وانت هتموت؟ انت مجنون؟ عايز تجيب سم عشان تقتل نفسك؟ ايوه كده، هو ده الصح اللي انت المفروض كنت تعمله من زمان. وجودك في الحياة ملوش اي 60 لازمة. كان لازم من زمان تجيبي لا السم ده وتاخده عشان تموت. انت ناسي الماضي عمل فيك ايه؟ يبقى ولا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. امك وابوك نفسهم ما كانوش عايزينك زمان، ولا كانوا بيحبوك. ازاي هتيجي واحدة غريبة تحبك؟ ما انت اللي متخلف. ما تعملش كده وما تنهيش حياتك، وما تسمعش الجانب السيء منك. مفيش حل تاني. لا طبعا فيه. ما تستسلمش، ما تستسلمش، وقوم تاني وحاول.
مبقاش فيا نفس احاول تاني. لا لسه فيك، طالما انت لسه عايش على وجه الارض. كنت لسه عايش، لان النهارده هيكون اخر يوم في حياتي، وبمعنى اصح احسن يوم، عشان هخلص من ظلم الدنيا. هتبقى ولا دنيا ولا اخره، وقداميش حل تاني. انت ليه بتعمل كده؟ وانت ليه اقوى مني؟ وليه دايما انت اللي بتكسب؟ عشان انا الصح. لا، انت الجانب السيء وانت الجانب الطيب. يعني بمعنى اصح وجودك لوحدك هيدمره، ووجودي لوحدي هيدمره. الحاجة لما بتزيد عن حدها بتأذي صاحبها. اخيرا جيت، كنت فين كل ده؟ على فكره مستنياك من بدري. انجزي يا ملك وقولي عايزة ايه. هتفضل تكلمني بطريقه وحشه يا ادم؟ طيب هو اللي في ايدك ده؟ ده علاج، اصلي كنت تعبان شوية ونسيت اجيبه. عشان كده يعني ما كنتش موجود اول ما انا جيت؟ ايوه، انت كنت فين اصلا؟ مفيش، كنت في الدهس ولسه مخلصه وجيت. خلي بالك من نفسك. ليه، انت هتسافر ولا ايه؟ بصي، هو رغم ان انت صغيرة وعندك 15 سنة، بس انا ما بقدرش اخبي عليكي حاجة. ايه صغيره دي؟ على فكره انت كده يعني بتقلل مني. ملك انا مش بهزر دلوقتي. في ايه يا ادم؟ تعالي الأوضة بس. ليه؟ عشان لو ماما جت. ما تقلقش، ماما سافرت. كالعادة سافرت من غير ما تهتم بينا. يلا. اللي في ايدي ده مش دواء. امال ايه ده؟ ده سم. انت متخلف، عايز تقتل نفسك؟ حاجة شبه كده. اصل وجودي في الحياة ملوش اي 60 لازمة. انت ايه بجد؟ بتفكر منين؟ طب تعالي بصي. طب تعالي شوفي حياتي كده. مالها حياتك؟ هقولك انا مالها حياتي. ابتدت من وانا صغير، لما كنت لسه تقريبا 4 سنين ولا 3 سنين، وجت ماما وقامت هامتني عند مامتها اللي هي تيتا، من غير ما تهتم بيا، وسابتني اكتر من 10 سنين. وبعد كده اتجوزت حد تاني اللي هو المفروض ابوكي، وبعد كده افتكرت ان هي عندها ابن. وطبعا في ال10 سنين اللي انا كنت عايش فيهم مع جدتي دول، كانوا كلهم عبارة عن ذل وتعذيب وضرب. برضه كنت بستحمل، رغم ان طفل في سني اساسا ما يستحملش كل الحاجات دي، بس كنت بستحمل. بعد كده جت وخدتني وسفرتني معاها، وانا ما كنتش عايزه اسافر ولا كنت طايق جوزها ده، لان هو كان بيقويها عليا وكان بيخليها دايما تضربني وتعاملني وحش، وكنت ولا كأني خدام في البيت. ومع غلط بسيط كنت بعمله، كانت دايما توقفني عن الدراسة، عشان هي كانت عارفة ان دي اكتر حاجة انا كنت بحبها، وكنت بسعى علشان ادخل كلية الشرطة، وفي الاخر ما دخلتش كلية الشرطة. مش عشان حاجة، لا لا لا، عشان جوزها منع ان اي كلية تقبلني، فبالتالي بقيت متخرج من ثانوي من غير ما ادخل كلية. حتى البنت اللي حبيتها سابتني وفسخت الخطوبة. بتهزر؟ زينة فسخت الخطوبة؟ وهددتني اني لو ما وافقتش هتخلي ابوها يتصرف بنفسه. ها، قولي لي ايه العدل في حياتي بقى اللي يخليني اعيش؟ نسيت حاجة مهمة. لما امك اللي انا عمري ما هعتبرها امي اتهمتني بسرقة الذهب بتاعها، وانا كنت لسه طفل، يدوبك تاني اعدادي ولا اعرف اي حاجة. قوليلي اعيش عشان ايه؟ اكيد هيكون في فرصة تانية، وربنا رحيم بعباده. انا عارف كل الكلام ده كويس، بس انا تعبت يا ملاك. فكرة اني بحارب في كل حاجة لوحدي، ومفيش اي حاجة مساعداني في الدنيا دي لوحدها بتقتلني. فكرة اني اتربيت وانا ولا عارف يعني ايه حنان اب ولا ام. وانت تقولك بابا اللي هو لغاية دلوقتي لسه عايش وما يعرفش اي حاجة عني من ساعة ما انا كنت لسه 3 سنين.
يعني فكرة ان انا عايش من غير حنان ام واب، بالعكس دول هما الاتنين سبب دماغي في الحياة، دي لوحدها بتقتلني. فكرة ان انا كنت طفل وتشك فيها بسرقة دهب بتقتلني. لما اتحط في محكمة وانا طفل 4 سنين ويقولوا لي هتختار امك ولا ابوك وانا مش عارف اعمل ايه، ولا عارف اختار مين، لاني مش فاهم ايه اللي بيحصل اصلا. قوليلي عايش ليه؟ عشان لسه في امل، عشان دايما هيكون في امل يا ادم، دايما ممكن ان احنا نبدأ من جديد. ليه ما تبعدش مثلا وتسافر وتحاول تكون نفسك؟ ما بقاش فيا حيل احاول من تاني، حاولت كتير واستحملت كتير، خلاص يا ملك تعبت. استحمل علشاني حتى. يعني هتسيبني لوحدي في الدنيا دي؟ هتسيبني لوحدي؟ يعني ده اللي هيريحك؟ انتي مش لوحدك، معاكي باباكي وبيحبك، ومعاكي مامتك وبتحبك جدا. عشان خاطري بلاش تعملها، عشان خاطري. ان شاء الله. ادم، انا هنزل اشتري شوية حاجات ماما قالت لي اجيبها، مش عاوز ارجع والاقيك قتلت نفسك، فاهم؟ ان شاء الله. قولي ماشي، اوعدني. ماشي، مش هعمل حاجة. بعد اذنك اخرجي عشان عايزة اغير هدومي. انا واثقة فيك، واثقة انك مش هتسيبني لوحدي في الدنيا. هتسيب اختك لوحدها في الدنيا؟ هيجيلك قلب تسيبها؟ طب ما هم كلهم سابوك، فيها ايه لما انت تسيبهم؟ كلهم سابوك من غير ما يفكروا فيك، سيبهم انت كمان من غير ما تفكر فيهم ولا في مشاعرهم. ايه، ما اتعلمتش من اللي فات؟ هتفضل تحاول من غير نتيجة؟ هتفضل تحرق بنزين في طريق مش طريقك؟ انت معاك حق فعلا، ما ينفعش افضل احرق بنزين في طريق مش طريقي. ولو ده مش طريقك، ايه هو طريقك؟ الموت. كده كلها دقايق وهتستحمل الدنيا دي كلها. كنت متأكد انه هيسمع كلامي، كنت متأكد ان انا اللي هنتصر في الاخر. امي، انت رجعتي؟ ازاي؟ مالك قالت لي انك سافرتي. ورجعت تاني عشان ما سيبش ابني لوحده، رجعت تاني عشان اتأسف لابني، رجعت اتأسف على كل حاجة غلط وكل حاجة وحشة انا عملتها في حقك يا ابني. عارفة اني زمان سبتك وما فكرتش فيك، وعارفة اني خلاص عدى وقت كبير جدا على اللي انا عملته زمان، وكل يوم وانا بأذيك اكتر. بس انا اسفة واتمنى ان انت تسامحني، مع اني عارفة ان لو اي حد مكانك مش هيسامح، بس انا عارفة ان انت قلبك طيب وهتسامحني. كنت انانية مفكرتش غير في نفسي، بس انا متأكدة ان انت هتسامحني، صح؟ قولها عشان خاطري متعذبش قلبي، قول انك هتسامحني وهنبدأ بداية جديدة. انا خدت اجازة من شغلي علشان نسافر هنا وانت، وأعوضك عن كل اللي فاتك. عارفة انك تعبت كتير بسببي، انا اسفة، وهفضل اتأسف لك لغاية اخر نفس فيا عشان تسامحني. لا 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 لا، اكيد ده حلم، صح؟ عارفة ان انت عمرك ما كنت هتتوقع مني كده، بس انا اسفة، سامحني. لا، اكيد لا. في ايه؟ انا مش مصدق، مش مصدق. ايه؟ لا اصدق وسامحني. لا، انا بغبائي ضيعت كل حاجة يا ماما، انا اسف، انا اسف. ادم، ماما كويس انك جيتي، انا جبت ادم. لا انا قلت لك ما تعملهاش عشان خاطري، قلت لك بلاش وربنا هيعوضك. ما صدقتنيش ليه ما صدقتنيش؟ احيانا البشر بيكونوا اغبياء وبيضيعوا فرص كتير من ايديهم بسبب وسوسة الشيطان.
وبسبب كلام جانبهم السيء. ما يعرفوش إن مهما الإنسان شاف حاجات وحشة في حياته بيكون عوض ربنا الأقوى، حتى لو العوض ما كانش في الدنيا بيكون في الآخرة. بس الإنسان مننا ضعيف، كان لازم نقوى ونتغلب على وسوسة الشيطان ونقرب من ربنا عشان يعوضنا. بس أحيانا في بشر بتختار الطريق الغلط، وهم فاكرين إن هو ده الصح، وده الحل الوحيد ليهم.